ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. النهارده يعني روتين بسيط جدا هقضي معاكم كده اليوم بتاعي. طبعا انا اسفه ان انا بتاخر عليكم. طبعا مش كل مره هقول لكم انا اسفه، بقى كفايه كفايه. المهم ان انتي لو جديده عندي في القناه ما تنسيش بقى تشتركي طبعا في القناه. ولو عجبك الفيديو ضغطي لايك كده، ومستنيه منك بقى تعليق حلو زي كده. بص بقى، النهارده بدايه اليوم كده انا كنت صاحيه تعبانه جدا، فقلت اعمل كوبايه ينسون كده. بجد اليانسون ده من الحاجات اللي بحسها بتقولي ما تزعليش، اهدي انتي جميله. بيهديني والله العظيم الكوبايه دي. يعني بحسها بتطبطب عليا كده بجد كوبايه اليانسون دي. فمن اكتر الحاجات اللي بتهديلي اعصابي هي اليانسون، بالذات اليانسون ده. يعني انا بشرب ينسون كتير، السايب واللي هي الحاجات دي كله لا، هو ده احلى حاجه انا جربته وعجبني جدا، اللي هو روتس ده بجد حلو قوي. فمهدي الاعصاب كده وجميل لا لا جميل، حتى بدي منه التميم. فعملت بقى كده كوبايه ينسون تخليني استحمل اللي بشوفه والله العظيم. عارفين انتوا الرجاله اللي انا بقول له هوريك على اللي انت عملته انت وتميم. هو انا اصلا عماله ازعله وهو بيقول لي ازيكم عاملين ايه، وحشتوني يا حبايبي، وهو اصلا في موال تاني. المهم بقى يعني عارفين انتوا الرجاله لما بيشربوا سجاير فبيهدوا. انا بقى كده، انا كده بشرب، مش بشرب سجاير، لا بشرب ينسون، شاي باللبن، نسكافيه. هو ده المهدئات بالنسبه لي. لما ما بشربهاش ببقى خلقي ضيق ومتعصبه و... ومش طايقه حد ولا حتى اللي جنبي ده دلوقتي. بس فانا والله العظيم نفسيتي تعبت في البيت، نفسيتي تعبت. انا بقول لجوزي ايه، انا يعني ما ببقاش كويسه غير وانا بره البيت. طول ما انا في البيت ببقى نفسيتي وحشه. ليه؟ مش عارفه والله. من كتر ما انا عليا عبء طول النهار، اكل وتنظيف ومواعين واللي انتوا شايفينه ده يعني. فانا بالنسبه لي لما بخرج كده بحس ان انا شلت كل القيود اللي عليا. في ايه يا ابني؟ عايز اسجل الفيديو يا ابني، الله يهديك. فبشيل كده كل القيود اللي عليا، وما بحسش ان انا عليا مسؤوليه، وبحس ان انا منطلقه كده. بس فنضفت بقى الحمد لله. طبعا يعني انا نضفت بسرعه ومسحت كمان. بص السيراميك بيلمع ازاي. مسحت الارض طبعا لان الارض كانت مطينه. ما تفهموش، الارض بتلبخ معايا جامد جدا مش عارفه ليه. يعني امسح وكل حاجه تمام، الاقي مثلا تميمي يتحرك وايادي يتحرك وكده، الاقي السيراميك بقى مطبع كده. الموضوع ده مضايقني قوي، يعني لازم دايما تلمعي كده على طول. بس المهم بقى ايه، ده منظر الشقة بعد ما خلصتها. هنرش كده بقى المعطر وندخل بقى على المطبخ. النهاردة عايزة اعمل الاكل وكده، فهنعمل اكل مع بعض. و... وكمان ايه هننضف كده كام حاجة في المطبخ. و... ويبقى كده ده يومي، يعني انا مش هعمل حاجة تانية بقى. انا سمعت بقى ان التقديمات تقريبا فتحت، مش عارفه صح ولا لا، تقديمات المدارس وكده. فيا ريت لو حد يعرف المعلومه دي يبعت لي كده في التعليقات، عشان طبعا هقدم لاياد. انا كده كده قدمت له اصلا السنه اللي فاتت. بس قالوا لي ان هو سنه صغير، لازم ان هو يكون معدي ال5 سنين. عشان يا ابني، بس يا ابني استنوا يا جماعه، بيحط ايده جوه فيشه الكهرباء. بجد يعني مش عارفه اقول ايه. المهم بقى ايه، ان هو قالوا لي يعني المفروض ان هو يبقى لازم سنه معدي فوق ال5 سنين عشان اقدم له تجريبي. فطبعا هضطر ان انا اقدم تاني، لان هو اول سنة دي كان صغير. بس مش عارفة بقى هيعملوا لي ايه، يعني هيدخل مرحلة اولى ولا مرحلة تانية. يا رب يدخل مرحلة اولى، عشان لو مرحلة تانية هبقى مش عارفة اشتري اللبس ولا هعمل ايه. الموضوع ده بيبقى رخم قوي بقى. فان شاء الله كده اقدم له، بس اعرف بس التقديم فتح ولا لا. المهم بقى دخلت كده على المطبخ، طبعا لقيت مواعين كتير. فعملت المواعين وطبعا قلنا بقى هناكل النهارده هناكل ايه. فكان عندي لحمه، كنت جايبه لحمه كده. طبعا اللحمه يا جماعه واصله دلوقتي ل 300 وشويه. فالمهم ان انا ايه، انا بعمل كده كده الكيلو على يومين بصراحه، يعني بعمل اليوم نص كيلو. في ناس بيقولوا لا كله ربع كيلو، ما ربع كيلو طبعا انا هناكل ازاي ربع كيلو؟ مش عارفه بصراحه. مش ربع كيلو ده قطعتين او 3 يعني. فمش عارفه حوار الربع كيلو ده هو الكيلو كله اصلا يعني حوالي 10 قطع ولا ايه يعني. فلو مثلا عيله مثلا 3 افراد هياكلوا نص كيلو، هيبقى 5 قطع. كل واحد مثلا قطعتين مثلا الكبار، والصغيرين مثلا قطعة.
لكن ما هو بياكلوش قطعة، هم بياكلوا قطعتين وتلاتة حضراتكم. يعني انا ممكن ما اكلش القطع بتاعتي واديها لاياد مثلا يعني. ف... فمش عارفة بصراحة، الله يعيننا على اللي احنا فيه يعني. فحتة ان احنا نعمل ربع كيلو دي مش ماشية معانا خالص. عمري ما عملتها. عمري ما طبخت ربع كيلو من اي حاجة والله العظيم. يعني انا اصلا من الشخصيات اللي انا بحب لما اجي اعمل اكل اعمله بزياده. ليه؟ ما اعرفش، بحس ان انا في حد جاي عليا، في حد ده هيجي ياكل معانا. ما مش عارفه. بحس ان انا ما بحبش مثلا اللي بياكل يبقى الاكل على القد فيخلص على طول. طول عمري كده بحب ازود في الاكل، والحمد لله ما فيش حاجه بتتبقى والله العظيم. الحمد لله. حتى لو حاجات بسيطة اتبقت بسيبها في علبة تاني يوم وبناكلها. ممكن افطر بيها اياد الصبح، ممكن لو جعانين ناكلها، ممكن لو ما عملتش اكل مثلا ناكلها. فما فيش حاجة الحمد لله بتترمي. بس فعلا الاسعار غالية جدا 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 يعني. فربنا يعيننا على اللي احنا فيه ان شاء الله و... ويقدرنا على الحياة. هو بصوا، انت ممكن مثلا لو انت عندك لحمة ممكن تعمليها مثلا على يومين لو كيلو. بلاش تقسميها على 3 فانت تتحنسي تالت يوم، لا. انت ممكن تالت يوم بقى تعملي كشري، ممكن تعملي مثلا طبيخ كده برز عادي من غير بروتين يعني. عادي، بس حاولوا ان انتوا تختاروا الحاجات اللي بيبقى فيها بروتين عالية. خضار بيبقى فيه بروتين. مثلا تختاروا حاجات نباتية مثلا فيها بروتين. مثلا حتى البيض غالي، فنحاول ان احنا ايه نستخدمه في الخضار، يعني الحاجات اللي هي فيها خضار اكتر، مثلا المشروم، مثلا العدس على فكرة حلو قوي ومغذي. وفي حاجات كتير قوي، انتوا لو دخلتوا كده على جوجل كده هتلاقوا حاجات بديلة للبروتين في حاجات تانية، مش عشانكم، عشان الأطفال كمان. مش اللي هو أنا كل يوم بأكلهم طبيخ فما بياكلوش بروتين، لا. انت ممكن تديهم بروتين نباتي يبقى مغذي أكتر وأصح كمان، يعني على فكرة بيبقى صحي أكتر. حتى تلاقوا الناس اللي هي الفيجيتيريان والناس اللي بياكلوا دايما خضار بس، دول بيبقى صحتهم احسن من الناس اللي بتاكل بروتين وفراخ ولحمه وكده كتير. من اصح الحاجات بصراحه السمك يعني، بس برضو السمك غالي قوي. مش عارفه في ايه بصراحه يعني، حتى السمك غالي. فدلوقتي الواحد عشان يروح يشتري سمك بيشتري بالسمكيه. واحده اتنين تلاته، عشان ايه يكفي. حتى دلوقتي لما تشتري سمك من بره ما بيديكيش طحينه. حتى الطحينه مش يدوها لنا. والله العظيم نروح مشويات، نجيب مشويات مثلا من بره يدوك علبتين طحينه صغيرين قوي. اللي هو مالكم يا جماعه، انتوا بقيتوا مقددين على الحاجه ليه كده؟ ما اعرفش. فاللي هو نجيب ب10 جنيه طحينه ونعملها في البيت اكرم لنا بصراحه يعني. بس المهم بقى مسكت طبعا الرخامه كده لمعتها، وكنت مطلعه طبعا كيس اللحمه بتاعي عشان يفك. ونبتدي كده نعمله مع بعض. بحاول ان انا اختصر لكم في الفيديو عشان ميبقاش طويل وممل وكده، لان انا بلاحظ ان اساسا اللي بيتفرجوا على الفيديو بيتفرجوا على اول دقيقتين 3 بس. ف فعشان كده بقيت اخلي الفيديو مثلا 10 دقايق 15 دقيقه بالكتير قوي. كل ما بطوله بحس ان هو بيبقى طويل وانتوا بتزهقوا مثلا. فايه رايكم نخليه مثلا 10 دقايق 15 دقيقه، عشان تتفرجوا يعني على يعني مثلا على الاقل مثلا نص الفيديو، فاهمين؟ عشان انا برضو يتحسب لي مشاهده، لكن انا كده لو دقيقه او دقيقتين من الفيديو ما بتحسبليش حاجه، ولا كانك شاهدتي الفيديو اصلا يعني. فهبتدي بقى كده لمع الرخامه، وادخل بقى نعمل الغدا. بصوا بقى، اول حاجه بعملها الصلصه عشان ايه اخلص منها. وطبعا اللحمه دي طبعا سلقاها من بدري عشان تلحق تستوي. المره دي طبعا ما لحقتش خالص انضف البوتاجاز عشان كنت بنضف بره، فما لحقتش خالص اعمل البوتاجاز قبل ما اعمل الاكل. ودي كانت حاجه مضايقاني، بس عادي يعني، هعمل ايه غصب عني. لو كنت عملت البوتاجاز كان هياخد مني وقت. بس كده ببتدي اعمل الصلصه ازاي بتاعه الفته. بصوا يا جماعه انا بعملها حلوه قوي بجد والله العظيم. الطريقه دي بص هتعجبكم جدا. الناس اللي هي اول مره تشوفني يعني اعمليها كده بنفس الطريقه بنفس الخطوات. اول حاجه تجيبي معلقه سمنه كده او زيت براحتك، وتشوحي الثوم مع السمنه لحد ما يتشوح كده معانا. وبعد كده هنبتدي ننزل بالخل. حبه خل كده صغيرين. بس اهم حاجه تستني لغايه ما الثوم نفسه يتحمر يعني. حمره كده كويس. بعد كده هنبتدي بقى ننزل بشويه الخل. بصوا شويه الخل كده بساط يعني. ونبتدي بقى نشوح الثوم كده مع الخل. وبعد كده نبتدي ننزل بعصير الطماطم عشان بقى ايه تتسبك. وبنزل بقى ببهارات ايه، واحط بقى ملح وفلفل اسود
والسبع بهارات، و اسمه ايه، اهم حاجه الكزبره الناشفه، وشويه كمون، وبس كده. وبقى بحط معلقه صلصه في الاخر خالص، وهي بعد ما تتسبك يعني عشان تبقى لونها احمر كده وحلو. اهم حاجه الكزبره الناشفه بتدي طعم حلو قوي للصلصه، ورشه كمون. بس كده، وابتدي بقى اقلب الكلام ده. لو انتي بقى بتحبي الشطه ممكن تحطي حبه شطه مع الصلصه بقى، او تحطي قرن فلفل حراق، بس انا ماليش في السبايسي يعني. بس بعد كده بقى التركية بقى دي مهمة جدا، ان انت تحمري العيش في شوية سمنة وزيت عشان ما يفتى يا جماعة. ما تقوليليش اصل الدايت والخسسان احنا بصوا، احنا خلاص، احنا بقينا في ذمة الله اساسا. احنا بقينا في ذمة الله، معرفش احنا رايحين فين لغاية فين بصراحة يعني. بس فهنبتدي كده نقلب العيش كويس مع السمنة، وهنحط عليه بقى شوية ملح وفلفل اسود بس، وافضل احمر فيه كده على النار. جربته في الفرن ما عجبنيش بصراحة يعني بحسه كده اطعم بكتير بكتير بكتير. بس هبتدي كده اقلب فيه. طبعا انا عاملاه بالمقص كده عشان يبقى كله سوا واحد. بس خلاص اهو اتحمر معايا وبقى مقرمش. هبتدي بقى كده، والصلصه خلاص اهي اتعملت، هبتدي بقى اعمل الرز. اخر حاجه بعملها الرز لما بكون خلاص هغرف الفته. يعني هغرف الفته اهو ببتدي اعمل الرز، غير كده لا. يعني لازم تتعمل وهي يعني مثلا كل ده بجهزه عادي، لكن لو مثلا هنبتدي ناكل بقى ابتدي اعمل الرز. بقى طبعا بنقعه الاول، وبعد كده ببتدي احط بقى معلقه سمنه حلوه كده، وابتدي احمص الرز، بخليه متحمص خالص. هتستعجلي عليه هيعجن منك، لان الرز الابيض حساس جدا، مش اي حد بيعرف يعمله على فكره. الرز الابيض من اكتر الحاجات اللي ممكن تلاقيها عجنت معاكي. فالاحسن ان انت تفضلي تحمري فيه كانك بتحمري شعريه. افضلي كده فلفليه كده في الحله لغايه ما يبقى رزايه رزايه كده متحمره. وبعد كده بنبتدي نحط عليه شويه ملح، وبنسقيه بقى الميه بتاعته. بس تفضلي تقلبيه كتير يعني، سيبيه شويه، بيطلع مفلفل وجميل جدا، رزايه برزتها. بس بقى نبتدي بقى ننزل بالشوربه على العيش. وبحب انزل على العيش بمعلقتين صلصه من اللي احنا عملناها، ونقلبها كده معاهم. بس هنزل بقى بمعلقتين الصلصه، نقلبها كده مع الشوربه بتاعتنا اللي حطيناها على العيش، مع العيش بقى كده كله مع بعضه. انزل بقى عليها بالرز السخن مولع، يبقى لسه ايه طافيين عليه كده. وانت بقى بتحبي اللحمه مسلوقه، تحبي اللحمه محمره، براحتكم خالص يعني. انا عن نفسي يعني بحبها مسلوقه جدا يعني. بس هجيب بقى الرز بتاعي. بصوا بقى الرز يا خرابي على جماله، جميل جميل جميل، يفتح النفس كده والله. بس بقى ابتدي كده انزل بقى بيه. بصوا مفلفل مفلفل خالص خالص. ابتدي كده نرصه. دول حوالي 3 يعني كوبايتين ونص كده. هو بيكفي الصينيه بتاعتي الكبيره دي. بس طبعا هتقعد معايا يومين عشان ايه، ما اعملش بقى اضطرش كل شويه بقى اعمل اكل. ابتدي بقى كده افردها واسويها كده كويس بقى، وابتدي بقى انزل عليها اخر حاجه بالصلصه. وبحب قبل ما احط الصلصه بس ايه حبه من الشوربه، بحط على الرز كده حبه من الشوربه اللي هي بتاعه اللحم. حاول كده داري كل العيش عشان يطرى معايا. اسوي بقى كل الكلام ده. في ناس بيقولوا الفتة دي ممكن نعملها بفراخ. انا مش مقتنعة خالص بالموضوع ده، خالص خالص. انا اعرف الفتة بلحمة. معرفش اللي بيعملوها بفراخ ده ازاي بصراحة. بس المهم بقى هبتدي انزل بالصلصة بتاعتي. بصوا لونها حلو ازاي. معلش يا جماعة الدوشة، العيال بيلعبوا بره وعاملين دوشة، وكمان بنت جارتي بره. فبص حفلة، في حفلة عندنا في البيت. ناقصين احنا عيال نجيب عيال الجيران، ناقصين احنا. ماشي. هتلاقي امها بتسمعني دلوقتي. بس بقى نفرد كده الصلصة كلها، وبعد كده نبتدي بقى نحط اللحمة. نفردها كده بقى كويس. نحط بقى اللحمة بتاعتنا، وبالهنا والشفا على قلبكم، ان شاء الله تعجبكم جدا زي ما عجبتنا كده بالظبط. وبحب ارش بقى على اللحمة من على الوش كده شوية ملح وفلفل اسود. نحط كده اللحمة.
وبالهنا والشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم طبعا ما تنسوش اللايك، واستنوني في فيديو جديد، ويلا مع السلامة. باي باي.